طبعا كلكم شفتوا نوعية الفيديوهات دي. دول مش فضائيين ولا عبدة شيطان، دول اسمهم كوسبلايرز. طيب ايه هما الكوسبلايرز؟ مجموعة من الناس عندهم هواية تجسس الشخصيات، سواء بقى من انمي، من جيم، ساعات بتبقى من خيالهم. طيب الكوسبلايرز كلهم بيمشوا في الشارع زي في الفيديو اللي احنا شفناه. هاي مينا، انا بيكاتشان وكوسبلاير عايشه هنا في مصر، وجايه اوضح لكم شويه حاجات كده عن الكوسبلاي. على عكس ما الناس كلها بتفتكر ان الكوسبلاي ده ابتدى في اليابان، هو الحقيقه ابتدى في امريكا. كان في زمان كونفنشن اسمه First World Science Fiction Convention، معلش هو اسمه طويل. كان 1939 قرر شخص ما ان هو يعمل لبس الشخصيه اللي هو بيحبها من الساينس فيكشن موفيز في هذا الوقت. يعني مش متاكده قوي من الموضوع ده، بس تقريبا اللي هي الافلام بتاعت ستار وورز، ستار تريك. وساعتها اتعرف الموضوع ده باسم ماسكريد. طيب اشمعنى كلمه ماسكريد؟ برضه ماسكريد على حسب علمي هي كلمه ماسكاراد، او مش عارفه هو يعني هي كلمه مقتصبه من حاجه في الفرنش. اسكريد الكلمه اللي كانت بيستخدموها في الفيكتوريان ايرا ساعه ما كانوا بيلبسوا الماسكات بتاعتهم. المهم سنه 1984 قام شخص ياباني بالذهاب الى هذا الكونفنشن واخترع لنا كلمه الكوسبلاي، وهو الصحفي نوبويا تاكاشي. هو كل اللي عمله ان هو اخد كلمة كوستيوم بمعنى زي تنكري وكلمة بلاي بمعنى مسرحية، وقام حاططهم في الخلاط وطلع لنا كلمة كوسبلاي. ده معناه ان الكوسبلاي ما كانش في اليابان لحد الوقت ده. الحقيقة ان الكوسبلاي كان موجود من ايام السبعينات، ولكن ما كانش في حد عارف له مصطلح معين. واول واقعة موثقة لحد لبس كوسبلاي في اليابان كانت مؤلفة اسمها ماري كوتامي، قررت انها تعمل اللبس من المانجا اومي نو ترايتون. اتمنى ان انا بقول الكلام ده صح. ومن ساعة الواقعة دي في ناس كتير قررت ان هي تبتدي تخش في الهواية دي وتعمل اللبس، وابتدوا يبلدوا حاجات اكبر زي الجاندام. طب الكلام ده في اليابان وامريكا ايه علاقته بالوطن العربي عندنا؟ وليه فجأة ظهر في مصر؟ بصوا انا مش هخبي عليكم، هو موجود من زمان، بس الفكرة كلها ان ساعة السنة بتاعت النكسة اللي هي 2020 في ناس كتير ابتدت تكتشف هوايات جديدة. في ناس اكتشفت البيكنج، في ناس اكتشفت القراية، في ناس اكتشفت البينتينج، وناس كتير قوي اكتشفوا الكوسبلاي. طيب محدش سأل نفسه الكوسبلايرز بيستفادوا ايه، او انا شخصيا بستفاد ايه؟ بص يا صديقي انا هبسطها لك. الموضوع ما فيه ان احنا بنحب نعمل لبس هدية الشخصية لان هي بتبقى قريبة من قلبنا، او بنبقى عايزين نبقى احنا الشخصية دي ولو ليوم واحد. وهل تعلم يا صديقي ان الكوسبلايرز كمان ليهم مسابقات؟ اللي بتقول هما كمان عندهم مسابقات. شفت بقى؟ ومحسوبك من اول ما تدخل مصر في وورلد كوسبلاي سمت، اللي هي مسابقه عالميه بتتعمل في اليابان كل سنه علشان خاطر يعرفوا مين احسن كوسبلاير، ودي هيبقى ليها فيديو لوحديها فانتظروه. سامعاك يا اللي ورا يا اللي بتسال هو انتوا بقى بتعملوا الحاجات دي ازاي؟ ما هو انا جايه لكم هنا في الكلام. الشانل دي معموله مخصوص علشان تعلمكم اي حاجه ليها علاقه بالكوسبلاي او بالكرافتنج، وكمان هيبقى فيها فقرات عن الانمي والجيمز. فلو عجبكم هذا المحتوى يا ريت تعملوا له فولو وتفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب والحاجات الحلوه دي. بس كده يعني.